حي رافع. صار يحكي سوري. شو اعمل يعني؟ شو اسمهم الاكلات اللي بتعرفون؟ الفتوش، البابا غنوش، فتوش، ما شاء الله، مسقعة، سجق لحم، فلافل وشاورما الخوالي. هذا مسلسل عندكم في الحجة. ايوه الخوالي. وانت كنت شغال مع واحد سوري واحد كنت معلم شاورما. ما شاء الله، السومية والمخللات. ما شاء الله، لازم يعطوك الجواز السوري معناته. ايوه حبيبي. واحدة من أجمل المباني المغربية جنب جامعة القرويين، بناء مليء بالنقوش الإسلامية والزخرفات، كل الجدران مليئة بالتفاصيل المعمارية القديمة، من فوق لتحت، وبالنص يتوسط البحر. اللي هي إذا عنوان الشارع مربع معناته الطريق بكمل، إذا عنوان الشارع هون مسدس معناتها هي حارة مسدودة. فلما تشوف عنوان شارع مسدس لا تفوت عليه، لما تشوف مربع فوت وكمل. قول يا رب. عملوا لي اعراض الشو. عملوا لي اعراض. ولا اهلا وسهلا فيكم بالمغرب، ولا اهلا وسهلا فيكم بدمشق. نفس الستايل، نفس طريقة المباني عنا كمان بدمشق. بيجوا بين بنايتين مداخل. طبعا الستايل المغربي الاسطنبولي إذا تقارنوا بالستايل الدمشقي. ممكن صورك؟ مرحبا. يا اهلا، ممكن صورك؟ مرحبا. معلش يعني. مرحبا حبيبي. ما شاء الله. الله يبارك. هذول الاساور. ما شاء الله. هاد شغلك. ما شاء الله. الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. طلع لي رائعة. وانهار وديان. نعم يا جماعة، هي المغرب. هذه ليست سويسرا، ليست النسا، ليست النرويج. هذه اللي ستة بتقول له رايح جاي مثل مكوك الحايك، هذا هو مكوك الحايك. شو بتسموها بالمغربي هي؟ صبرة. حرير صبرة. ما شاء الله. الله يعطيك العافية. يا أهلا. من الدف، من دار الدباغة بصير عندهم جلود. بيعملوا من جلدهم دربكات. كانوا يقولوا عنا والله انا اعمل من جلدك دربكات، هون عم يعملوا دربكات. ما شاء الله. ممكن بقى تقول لي دي فعلية ولا اسمية؟ فعلية. الله يا عيني عليك يا حبيب قلبي. تقدر تحولها لي جملة اسمية يا رافع راس ابوك؟ الطبيب. لك في الثقافة، لك في الدراسة، تتكلم انجليزي. ما بتروح على المدرسة؟ مين بده يروح لك؟ روح انت. لو انا عم بدرسها حتى شو بدي اسوي هلا بالمدرسة؟ ما تروح على المدرسة، خلينا نايم احسن. السلام عليكم. هلا نزلنا من التاكسي، غيرنا الكاميرا، وهلا نزلنا على المدينة القديمة. طبعا هلا بدنا نروح نحط اغراضنا بالاوتيل، وبعدين ان شاء الله حنفتل بالمدينة اكثر. حننزل نستكشف المدينة سوا. هي مدخل البلدة القديمة،
وهي الحارات ما شاء الله. ندير اللايف في مأذنة الجامع. السلام عليكم. في هون حلويات مغربية. ما شاء الله. قمنا هبط ما لقيتش ما شاء الله ما شاء الله. مثل فكرة سوق الحمدية بس الستايل المغربي. السلام عليكم. ان شاء الله اليوم هلا حاشتري قلابية مغربية وشان نفتل كمان. مدينة فاس اوريدي عملت تشيك ان وحارجيكم الاوتيل. ما شاء الله شيء حلو اسمه بالقايد. تالي بالمغربي رياض يعني مثل بيت او بيت عربي بالشام. وهي الاوتيل هون ستايل كثير بيشبه الستايل الدمشقي بس هذا ستايل مغربي يعني. رياض يعني مثل بيت عربي بسوريا. هون بالمغرب الرياض يعني مثل استراحة عنا بالشام. ما شاء الله كله تفاصيل مغربية زخرفات إسلامية. وعندهم بالنص مثل أرض ديار وبيفوت هواء بيفوت شمس. وبعدين تعالوا نطلع سوا. هاي هون بالنص كمان مثل عنا أرض ديار بالبيت العربي بسوريا. كان عندهم نفس الفكرة إنه بالنص بيكون مفتوح وبيفوت هواء وشمس. وبالأطراف بيجي الغرف. هاي أوضتي هلا برجيكم اياها شوي تاني وحارجيكم اطلع عليها الاسطوح. هون في تراس. ما شاء الله موسيقى عربية. هاي الصالة هون نطلع على الاسطوح قاعدة. هاي هون الصالة على المدينة القديمة. لا هون قالت لي صاحبة الأوتيل
انه في جنبنا، نحن هلا جنب القصر الملكي، جنبنا في حارة اليهود قريبة علينا، وبعدين مدخل تاني للبلدة القديمة. أنا ما فتت من البوابة الرئيسية على البلدة القديمة لأنه التاكسي حطني على أقرب قرني على الأوتيل. في عدة بوابات ومداخل، فهلأ شوي تاني حنطلع نفطر بالبلدة القديمة، بس من هون لحتى اشحن الموبايل تبعي لأنه فضي شحنه على الطريق. فهلأ حنزل آكل من هون لحتى يتعبى الشحن، وبعدين إن شاء الله حنفتل بالبلدة القديمة. قالت لي البلدة القديمة يعني فتل فيها خرائط، فيها كل شيء، هي أكبر بلدة قديمة بالعالم كله، ف يعني حلو. هون كل المباني نفس الستايل كأنه، هون كمان في فتحة بالنص، وهون الستايل المعمار القديم الإسلامي. كيفك أوضة؟ ما شاء الله أوضة كبيرة يعني، حتى قالت لي إنه هي غرفة عالية، بس إنه أنا هلا يعني أخذت يعني حطوني إياها. هي عبارة عن غرفتين، أوضة نوم واحدة هون، فيها يعني ستايل يعني عربي مغربي جميل بسيط يناسب البلدة القديمة. وهون حمام ودوش، وحتى شامبو حاطين يعني ما شاء الله، لأنه هلا حقلكم قديش السعر عن حوالي شي يعني ببلاش تقريبا، ومع براد ومثل أوضة زيادة. وهون الستايل يعني هون ببين الستايل البلدة القديمة. هاي كلها ب 18 يورو، يعني ولا شي صراحة. يعني إذا أنا جاي مع 5 أشخاص 18 قسمها على 5 بيطلع 2 يورو على الشخص، يعني ولا شي أبدا ولا شي. وأحلى شي هاي حبيتها القعدة، عندهم منها هون كمان. هلا حصل لي انزل اكل، وان شاء الله بننزل نفتل سوا بالبلدة القديمة. خليكم معنا. بلشنا هلا، طلعنا بدنا ناكل. في عنده شيء اسمه معقودة، عنده حوت بسموه السمك هون حوت، وهون الخبز والحوت بسموه هيك. خلينا نجرب اول اكله مغربيه. هلا طلعنا خلينا بس نتغدى، بس من هون ليش على الموبايل، وبعدين ان شاء الله نفتح. صوب لنا خويا شي 3 وبيضه لي تبان. عطيه شي 3 اخي سعيد تما. سعيد والله ما شاء الله كل هاي الاكله اللي حط لي اياها، حط لي سمك سردين وخبزه وطعماني شغله بتشبه هلا هي ما لها فلافل، هي بطاطا بس اسمها معقوده. هذا كله طلع قال لي 10 درهم، يعني تخيل انه هذا 1 يورو. انا هلا تغديت يا جماعه ب1 يورو يعني اكلت وشبعت الحمد لله ب1 يورو ما شاء الله. ما شاء الله رايقين جدا اهل المغرب. شلون بتقول له انه قد ايه حقها هي؟ بتقول له شحال الثمن، يعني قد ايه حقها، شحال يعني قد ايه او كيف يعني، وثمن يعني سعر. فاذا بتقول له شحال الثمن يعني بقد ايه حقها هي. بدل ما تقول له شكرا بتقول له بصحة والراحة ويعطيك الصحة. هلا نحن ماشيين على الاوتيل ان شاء الله. حفظت الطريق ان شاء الله ما ضيع.
حفظت الطريق والله بدون ما أضيع. الحمد لله. لحالي هلا حضيع ودوخ شي 7 دوخات، بس الحمد لله ما دخلت 7 دوخات. يلا منيح. والموسيقى هون دائما شغالة. عم يرحبوا فيني. شعب طيب جميل، شعب جميل جدا أهل المغرب. أهلا. بعد حالي سأعطيك كتاب لكي تقرأه إذا أردت. تعطيني كتاب عشان أقرأ؟ أوي. اللي بدك. أوكي. بعد حالي سأعطيني. طيب شكرا حبيبي. اجى عندي صديقنا ريان بده يعطيني كتاب اقرأه إذا أحببت. يلا منشوف. أحلى شي كله عم يحاكيني فصحى هون. هن عندهم اللهجة تبعهم بس ما عم بفهم عليهم، فصيروا بيحاكوني فصحى عشان نفهم مع بعض. اللي سوف أعطيك كتاب تقرأه إذا أحببت. هلا وأخيرا طلعنا، شحنا الموبايل وكل شيء، صرنا جاهزين نروح نفتل بالبلدة القديمة. هلا صورنا شوي صغيرة، هاي مو محرزة أبدا. هلا بدنا نروح نصور شو بيسموها جامعة القرويين، نصور دار الدباغة إن شاء الله. إذا منلحق هدول الاثنين اليوم بيكون نعمة، إذا بدهم وقت أكتر بنشوف شو بدنا نساوي. وبدنا نصور طبعا من عند الباب الرئيسي. لأنه نحن فتنا من الباب الثاني، هلا لازم نفوت من الباب الرئيسي يعني مشان كل موضوع رواق. هلا كمان الشمس بلشت تخف، ما عاد فيها الشوب القوي، وبركي كمان نشتري قلابية مشان نفوت بالجو على المزبوط. بشوي هون أكلت. تجاري الثاني كان باب ثاني المدينة القديمة. هون كمان في كان حارات جديدة كمان. هلا بنشوف نفوت الحارة ونطلع بالحارة. هلا وصلنا على حديقة القصر الملكي. هذا القصر تبع الملك، هذه الحديقة تبعه. أنا كنت رايح بطريق على جامعة القرويين، بس كتبت على جوجل مابس جامعة القرويين، هن عاملين جامعة جديدة، يونيفرسيتي جديدة يعني لمدينة فاس، كمان مسمينها جامعة القرويين. طلعت لي هديك الجامعة يعني. أنا لا بدي الجامعة التاريخية الأثرية، يعني مثل إذا بسوريا بتكتب جامعة دمشق تكون أنت عم تدور مثلا على مثلا الجامعة الأموي، تكتب جامعة دمشق وبيطلع لك 5000 جامعة، فنفس الشيء طلع لي أنا كتبت جامعة القرويين، هي أقدم جامعة بالعالم. هلا بس لما اشتغل على واحد فوقها إن شاء الله ستايل أندلسي ولا ستايل مغربي. المغرب ما شاء الله بلد، إذا بتقارنه بالبلدان العربية يعني فيك تقارنه تقريبا بالسعودية. يعني المدينة المنورة كتير تشبه فاس، وبيروت كمان كتير تشبه فاس. طبعا في الستايل الأندلسي ولا الستايل المغربي بيميز المدينة كتير.
اسمعوا صوت العصافير. ما شاء الله. والمغرب يعني بلد أخضر 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 جدا، يعني من الشمال لمراكش كله مناطق خضراء، جبال وزراعة. المغرب تحديدا ما فيه نفط، ما فيه حديد، ما فيه ثروات وطنية، فبيعتمد على السياحة، بيعتمد كمان على الزراعة، بلد زراعي. هي نفسها الحديقة اللي قالت لي تبع الأوتيل إنه روح استكشفها، يعني حلوة خرجت تشوفها. قالت لي إنه هي الحديقة نفسها لها كمان كذا باب على المدينة القديمة، وفي الباب الرئيسي تبع المدينة القديمة. هلا أول شي خلينا نصور جامعة القرويين، هي أهم شي. إذا لحقناها اليوم هي ودار الدباغة ساعتها يصير عنا وقت نفتل قد ما بدنا، وساعتها بكرة إن شاء الله بنتجه على مكناس بإذن الله. هلا خلينا نخلص شغلة بعدين بجي بصور الحديقة كلها وبفتل فيها. هلا الطريق ما فيه كتير شغلات، ماشيين جنب القصر الملكي ونتفتر ونوصل على جامعة القرويين إن شاء الله، بس نوصل منصورة. الأشياء بمدينة فاس هي الستايل المعماري. إذا تزبين معكم بيجي لون بيج وفوقه اللون الأخضر الغامق. هذا الستايل تقريبا كل ما بفتل بيطلع لي. العالم المغربي ما شاء الله له هيبة مثل العالم التركي حلو، أحمر هيك بيعطي هيبة ووقار. وين ما بنمشي بنلاقي نفس الستايل الحلو هذا. ولا اهلا وسهلا فيكم بالمغرب، ولا اهلا وسهلا فيكم بدمشق. نفس الستايل، نفس طريقة المباني عنا كمان بدمشق. بيجوا بين البنايتين مداخل. طبعا الستايل المغربي مستمر قارنوا بالستايل الدمشقي. طبعا الستايل المغربي كتير قريب على الستايل الدمشقي بالحارات القديمة، بس بتشوف الأنماط يعني بتختلف. هاي الأنماط هاي مو موجودة بدمشق، هاي أنماط مغربية. وهون تلاقي تعليم كمان بطريقة تانية. هلا الستايل الدمشقي بيجي فيه بدخلوا الخشب بشكل أكتر، الخشب مدور. هون ما بتشوف الخشب المدور، هون بتشوف خشب مو كتير ظاهر، بس كمان الشرفة فوق الأبنية وحارات ضيقة كتير بيشبه الستايل الدمشقي ما شاء الله. حميد شنو حامد؟ شو اسمه؟ يحيى. يا هلا. إذا نحن ماشيين مع يحيى، قرر ياخذني على جامعة القرويين. كنت ماشي قال لي تعال أفضل. ما شاء الله أنت من أهل مدينة فاس مو؟ ما شاء الله حافظ كل زنقة
شكلنا واخيرا وصلنا على مدرسة العطارين وجنبها جامعة القرويين. جامعة قروية. ايوه هي نفس الجامعة؟ تونسي؟ لا سوري سوري هذه جمع نفس الجامعة، جامعة وجامعة. هو جامعة وجامعة. جامعة أيوة. جامعة وجامعة. ما شاء الله شكرا. شكرا. يا اهلا وسهلا. صرنا بجامعة القرويين، أول جامعة بالعالم. طبعا ما رضيوا إني صور بالكاميرا. اللي بدك صور بالموبايل صور قد ما بدك، بس لا تصور بالكاميرا. حاضر. ما شاء الله. انت لما تكون ماشي بالحارات ما تتوقع انه في مساحات كبيرة، بس سبحان الله بسم الله ما شاء الله جامع كثير كبير. عند اخونا هون بالله اخذنا ايس كريم ب6 دراهم يعني 60 سنت. هون ثاني بيحطوا لهم ايس كريم بالعصير. اللي بغيتي غير هذه الوالد. اجيب معك واحد 6000 راه زايده. يلا خلص الايس كريم ونفوت نصور مدرسة العطارين ان شاء الله. قلنا مدرسة العطارين 20 درهم للشخص. بسم الله ما شاء الله. فيها ما شاء الله كلها نقوش إسلامية مكتوبة. تونسي. حبيبي. شكرا. سوري. يا الناس مرحبا. حبيبي يا أهلا فيك. نسينا التكت تبعنا. بسم الله ما شاء الله. تفاصيل رائعة من التفاصيل الجداريات والنقوش الإسلامية.
صراحة مستاهلة، طبعا مستاهلة. يعني 2 يورو مشان تفوت طبعا مستاهلة، مستاهلة ونص كمان. طبعا الستايل المغربي كتير بيشبه الستايل الدمشقي. تلاقي في فتحة بالنص، مفتوح البناء مثل البيت العربي الدمشقي، بيجي بالنص مفتوح بفوت الهواء والشمس، وبيكون مستر على الداخل. انت لما تكون ماشي بالحارات القديمة ما بتتوقع انه تلاقي بناء مثل هاد، او تلاقي مسجد مثل جامعة القرويين، بناء كتير كبير، لانه الحارات كتير صغيرة وضيقة على بعض، بس بتفوت لجوا بتلاقي ما شاء الله قصور وبنايات كبيرة. واحدة من أجمل المباني المغربية جنب جامعة القرويين، بناء مليء بالنقوش الإسلامية والزخرفات، كل الجدران مليئة بالتفاصيل المعمارية القديمة، من فوق لتحت، وبالنص يتوسط البحر. من المحل ما أخذنا هلا متجهين لفوق بمدرسة العطارين، شفناها من تحت هلا نشوفها من فوق. من هون بطلع من السوق. صاير ما شاء الله. هي اسقف مدينة فاس. وهون طبعا لقدام هي مدرسة القرويين، هي أكبر جامعة أو أول جامعة بالعالم. مثل ما شفنا جامعة القرويين من الداخل، هلا عم نشوف السقف تبعها والفناء. اخويا شوف هذيك بني ما يشري شحيوت هات فوق. وفي شباك السوق وطالع على جامعة القرويين.
ما شاء الله. والآن بطريقنا إلى الخروج. حبيتها مدرسة العطارين، تستحق الزيارة جدا جدا جدا. ما شاء الله بناء رائع، ولازم نعمل ريسيرش لنفهم شو كانوا عم يسووا العطارين هون. نروح القرويين أقدم جامعة في العالم ما شاء الله. الشمال. عم بيعمل عصير لوز مع الجيلاتو. وصيته أنا وجهز. ما شاء الله. شكرا. عصير رائع، عصير لوز مع مي الورد، بحط لك في بوظة، شيء رائع. والله لا حيكون شمشة. خلي مع المرة ما تشمش مني عيب أي وقت هنا. يلا ماما. نشوف هم نشوف في كثير من الضرائح للزوايا اللي هي بيكون ضريح شيخ متوفي وقبره، وبيعملوا مثل مزار. وفي ورشة تطريز والنسيج. ونحن هلا بطريقنا عم ندور على دار الدباغة. هذا الستايل كثير بيشبه الستايل الدمشقي، الشرفات المرتفعة، بس هون دائما في شارب ايدجز. الستايل الدمشقي بيجي خشب مدور، هون بيجي خشب مقصوص. ضمن الاشياء المهمة اللي علمونا اياها، قالوا لي طول ما انه اسم الشارع مربع معناته الطريق بكمل. اذا هو مثلا زنقة الجليدة البليدة اللبيدة اللي هي اذا عنوان الشارع مربع معناته الطريق بكمل. اذا عنوان الشارع هون مسدس معناتها هي حارة مسدودة. فلما تشوف عنوان شارع مسدس لا تفوت عليه، لما تشوف مربع فوت وكمل. قول يا رب. دار الدباغة. واخيرا وكنا عند الصراف، طلع لي واحد قال لي قال له صرفني محسن بيرجيك السطح. عم الاخ ما اعرفه ولا محسن، بس حيرجيني السطح. لا عرفته. خلص اعرفه ولا محسن. ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. جمع السطح الآخر. ايوه.
لما لا يحب ما شاء الله. هذا شو بقر خروف شو هو هذا؟ معيز كل 4 فور كواليتي ماشي صورك؟ خلاص لا ماشي. أيوة. فور كواليتي اوف سكين ايوه cow, goat, sheep and camel. ما شاء الله. The white color is the first step. ايوه He clean the leather. ايوه He puts as limestone and pigeon drapine. اها Pigeon poo, because pigeon poo I make leather soft, same than ammoniac. ايوه And the limestone I get the hair off is easy. ايوه After the white color, I carry the leather in the machine down there. We have the water up. I wash the leather. ايوه After wash it, some 2 hours or 3 hours, I put it here for fix the color. This place أيوة. only for the color. All the color is natural. Red is poppy flower, orange henna, ايوه blue indigo, black mascara too. Sometimes I mix 2 color, 3 color, I get 1 color. ايوه And the yellowness put it here. The yellow just in the rifts in this place. ايوه I bring the color from Kurkuma. I fix the color just by hand. ايوه You have time tomorrow morning, or I will be back to see the workers here, to see the أيوة. spectacle, to see the people because you work only morning. ايوه In the afternoon, you carry the leather in the markets. ايوه Welcome, sir. It's hard work. الله يعطيك العافية. يلا هون بنعمل دار الدباغة اللي بس إذا بدك تعال بكرة الصبح بيكونوا كلهم شغالين. هلا هن مو كلهم شغالين، هلا خلصوا، هلا عم يبيعوا المدبوغات بالسوق. هي هون الإطلالة من الأسطوح على دار الدباغة. شفنا من فوق دار الدباغة، هلا نشوف حننزل لتحت بركي نشوفها من تحت. صراحة ما عم فكر بكرة كمل شوفها، خلص بكفي شفناها من تحت ومن فوق وما في داعي نشوفهم هن عم يشتغلوا. هدول الأحواض تبع الصباغة. كل شيء هلا أول شيء قال لك بيحطوها بالأحواض البيضاء لمدة يوم كامل، بس يخلص هذا اليوم بتكون نطفت، بعدين بيحطوها بالماشين هون هي بتدور بسرعة، بعدين آخر شيء بيحطوها بباقي الأحواض اللي هي أحواض الصباغة. دول الأحواض بس للصباغة. ويلا على الحديقة لأنه هون الريحة ما بتستحمل. خلينا نطلع. ممكن صورك؟ مرحبا. يا أهلا. ممكن صورك؟
مرحبا مرحبا. معلش يعني. مرحبا. حبيبي. ما شاء الله. الله يبارك. دول الأساور. ايوه. ما شاء الله. هاد شغلك ما شاء الله. الله يبارك. مسلم. لا سوريا كله مسلم. مو كله بس يعني ماشي كله. ايوه. انا مسلم الحمد لله. مسلم الحمد لله. أيوة. شنو بغينا تكون مسلم. الحمد لله. الحمد لله. مسلم مسلم ما خصك تشرب من الارض ديالك مسلم. ايوه. عليك ان تدافع على ارضك. ما شاء الله ما شاء الله. مثل الفلسطيني الحر. اكيد اكيد الله يعطيك الف عافيه. ومثل السوريين اللي بقاو في الارض ديالهم تيناضلوا يقاوموا. اكيد. بس لان الا خويتي انت سوريا وخوها الاخر أيوة. يدخل نتنياهو وولادو بصباطيهم. ايوه. هنا ولا؟ مزبوط. هلا هون سوق النحاسين. النحاسين هنا. ايوه. الله يعطيك الف عافيه. الله شكرا كثير حبيبي يعطيك الصحه. وانت تسمعون كلهم عم يطرقوا سوق النحاسين. نلاقي هون في نهر وعم يخلق ما شاء الله. هذا النهر كان من زمان يخدم دار الدباغة، طبعا هلا ملوث ما فيه العالم تشرب منه بسبب دار الدباغة. هون على هذا الجنب هون حائط دار الدباغة، هون هذا النهر ماشي. هون جنب دار الدباغة بنلاقيهم ناسرين الجلود مشان تنشف. هون كانوا في أحواض كمان غير الأحواض اللي كانت هنا. فاتحين مدبغة فرع تاني هون. مثل عنا بسوريا تلاقي سوق المطاعم بعدين بيفتح مطعم نفس المطعم اللي جنبه مشان يضارب عليه. هون كانوا نفس الفكرة. نطلع من المدينة القديمة ونتفتل أكثر. نلاقي هون بسم الله ما شاء الله في جبل حلو كثير. هذا نفس الجبل، هذا نفس الجبل اللي لما هبطنا كان جنبنا. ما شاء الله المغرب بلد أخضر أخضر جميل يعني. هاي مو سويسرا، هاي مو النمسا، هاي المغرب، هذه المغرب. كنت دائما استغرب
لما المغاربة بهولندا تسألهم شو حتعمل بالصيف. كنت دائما استغرب لما المغاربة بهولندا تسألهم شو حتعمل بالصيف، بيقول لك اكيد طالع على فيكيشن، على الاجازة تبعي على المغرب. ولا حالي يا اخي شو في المغرب؟ يعني انتوا ليش دائما بتطلعوا على المغرب؟ ترى بسم الله ما شاء الله بلد رائع، طبيعة، تاريخ، حضارة، يعني أنحاء بيستحق الواحد يطلع عليها. يعني بلد رائع جدا بيستحق الزيارة، وشعب بشوش كله بيستقبلك بابتسامة بكلمة حلوة. يلا هلا حنروح على حديقة قصر الملك، وبإذن الله مدينة فاس شفناها بشكل عام، ومنتجه على مكناس إن شاء الله. بس مشان ما نخربط بين سويسرا هاي المغرب يا جماعة. هروح صور لكم على الجنب الثاني. بسم الله ما شاء الله، طلالة رائعة وانهار وديان. نعم يا جماعة، هي المغرب، هذه ليست سويسرا، ليست النسا، ليست النرويج، هذه المغرب. صرنا لابسين الجلابية المغربية اللباس التقليدي، هيطلع شكلي سائح أكثر من السياح نفسه، بس يلا روح. يعني حلوة، عجبتني، لازم الواحد يكون عنده هيك شيء. بسم الله ما شاء الله. بالشامي بيقولوا انت رايح جاي مثل مكوك الحايك. واه ايوه، عندنا مكوك الحايك هو هذا اللي رايح جاي. حرير. ايوه حرير صبرا. ما شاء الله حرير صبرا. ما شاء الله. ذاك نقول به لي فولار شيلان. ايوه بحال هكا. ايوه شيلان لي فولار. ما شاء الله، هذا كله شغلك. ما شاء الله ما شاء الله. اللي ستة بتقول له رايح جاي مثل مكوك الحايك، هذا هو مكوك الحايك. شو بتسموها بالمغربي هي؟ صبرا. حرير صبرا. حرير صبرا. ما شاء الله. الله يعطيك العافية. يا معنا فندق التازي على طريقنا كان.
الجلود هدول هنا الجلود اللي هلا كنا عم نشوفهم بدار الدباغة. كيف شايف بصير فيه تمام. ايوه من دربكات آلات موسيقية من الدف من دار الدباغة. بصير عندهم جلود بيعملوا من جلدهم دربكات. كانوا يقولوا عنا والله نعمل من جلدك دربكات، هون عم يعملوا دربكات. ما شاء الله. طلع لي الاخ هون. عندك قناة؟ عندي قناة. شو اسمها؟ اسمي رافع الخيابي. نو شو اسم القناة؟ رافع الخيابي. رافع الخير، مرحبتين. على راسي حبيبي. الله حيو رافع. صار يحكي سوري. شو اعمل يعني شو اسمهم الاكلات اللي بتعرفون؟ الفتوش، البابا غنوج، فتوش، ما شاء الله، مسقعة، سجق لحم، ما شاء الله، فلادلفيا، دجاج مكسيكي، دجاج فرنسي، فلافل، طحينة، طحينية، ما شاء الله، بابا غنوج، تبولة. لا هيك صار بدنا صورة سوا. المحل اللي كنت شغال فيه اسمه فلافل وشاورما الخوالي. هذا مسلسل عندكم في الحجاز. ايوه الخوالي. انت كنت شغال مع واحد سوري مع واحد سوري، كنت معلم شاورما. ما شاء الله، التومية والمخللات. ما شاء الله، لازم يعطوك الجواز السوري معناته. ايوه حبيبي. المحل اللي كنت شغال فيه اسمه فلافل وشاورما الخوالي. هذا مسلسل عندكم في الحجاز. ايوه الخوالي. انت كنت شغال مع واحد سوري مع واحد سوري، كنت معلم شاورما. ما شاء الله، التومية والمخللات. ما شاء الله، لازم يعطوك الجواز السوري معناته. ايوه حبيبي. الزنجبيل والليمون ان شاء الله. دلهم مشان يجوا لعندك. مرحبتين على راسي. قل لهم انت وين واقف مشان يجوا ياخذوا انا ساكن في فاس بالمدينه القديمه. ايوه باب بوجلود. خلص عند باب بوجلود، عصير قصب حبيبي. الله حيو. السلام عليكم. حيو حبيبي. شكرا. اوكي. هي هون عنده الورد، بعدين بيقطروه بيعملوا منه ماء الورد. ايوه ما شاء الله. شكرا لك. هنا الجبل، هذا ورود كان في مقبرة. ساحة باب المحروق. ايوه هون ساحة باب المحروق. هون بداية المدينة القديمة. يا اهلا وسهلا. مدينة فاس، المدينة القديمة، أكبر مدينة قديمة بالعالم وأول جامعة بالتاريخ. يا أهلا وسهلا. اليوم بلشت تصوير أول مرة، اليوم لأول مرة ببلش تصوير، وهلأ عم صور مدينة فاس. أنا زاير 33 بلد، وهذا بلدي رقم 34. حالي هدول عم يعملوا بروفا ليوم الحشر. بالنص في شخص عم يغني لهم ويعزف موسيقى، والاشخاص كلهم متجمعين. شوفوا بحالكم حتى احنا ما نشوف حاجه، نحبكم واقفين هنا وكتفرجوا، احنا نفرجوكم. تعالوا نشوف المجموعة الثانية شو عم يعملوا الشباب هناك. يلا. ايوه هذول الشباب ايقاع، هذول يعني مو بس مسرحيات، في ايقاع كمان.
عملوا لي عراضة شو عملوا لي عراضة والله. يلا خلص حاجة، شفنا للمهرجان الرائع. خلينا نسأل حدا شو اسمه هذا. السلام عليكم، ممكن صورك واسألك؟ يا اهلا، فيك تقلنا شو هو المهرجان هذا؟ شو هي هي؟ ليش الناس مش هذا أداء فنون الحلقة. شو هي الحلقة هاي؟ عندك شو تك على 110 انت هاي 110 ما تعرفش بغيت تسوي. شو هي الحلقة هي يعني؟ الحلقة فنون الحلقة. ايوه، هي كل اسبوع ولا كل يوم ولا كل 3 أيام في الأسبوع. 3 ايام بالاسبوع بيعملوها. الجمعة والسبت والأحد. ايوه، وهدول فنانين محليين. محليين. ايوه، يجوا من مدينة أخرى. بيجوا من مدينة أخرى. ما شاء الله. جمعة والسبت والأحد. جمعة والسبت والأحد. شكرا جزيلا. يا هلا. هلا سألت شو هو هذا الشيء اللي هدول فنانين محليين حبيبي. سألت انه شو هذا الشيء اللي اسمه الحلقة. هدول 3 ايام بالاسبوع، جمعة وسبت واحد، بيجوا فنانين محليين بيعملوا عرض. حبيبي شكرا. بيعملوا عرض والعالم بيجوا بيشوفوا العرض تبعهم. اسمها الحلقة. والعالم بيجوا من مدن تانية مشان يشوفوا هدول العروض الفنية. ما شاء الله. شي كيك بوكسينج، شي موسيقى، شي عراضة، شي رقص، شي غناء. هي اسمها الحلقة في فاس. هلا صلينا المغرب وصلنا على هي الساحة. هي أكثر ساحة مشهورة للمدينة القديمة. شوي كنا بساحة أبو الجنود، وهلأ هي ثاني أشهر ساحة للمدينة. يا أهلا وسهلا. والله ما شاء الله اليوم ما شاء الله اليوم عملنا همة، لحقنا معظم الأماكن تبع مدينة فاس. وهذا الباب اسمه باب بوجلود. هذا كمان باب بوجلود، هذاك بوجنود معناته شكله، وهذا باب بوجلود تبع الدباغة شكله. يلا يا رب خلينا ناكل شي وبعدين نحط راسنا وننام. يلا هلا دلنا على محل في عنده مشاوي ومو غالي يعني. المشاوي عنده ب7 يورو 70 درهم، رواق يعني مو غالي. وعنده إطلالة على الساحة والمدينة القديمة. خلينا نشوف، نقول بسم الله. قلت له ما يحط لي رز، ما يحط لي بطاطا. ما شاء الله يعني سريع. لحم مشوي مع بياض زيتون وخبز. طلبنا شاي. تخيلوا هذا كله ويعني بيجي معه بطاطا ورز وكل شيء ب40 درهم، يعني 4 يورو. هي إذا بهولندا بدنا نطلب هيك شيء على الأقل 20 يورو. ما شاء الله هدوء
وجاوبكم. يا اهلا وسهلا. نهاية اليوم تعشينا، مشينا شوي بالمدينة القديمة، هلا راجعين على الاوتيل بدنا ننام. بصراحة انا فرطت على الاخير. لما كنت عم بتعشى بالمطعم يعني دردشت شوي مع صاحب المطعم، سألته انه بكرة ان شاء الله بدي انطلق على مكناس، فدلني على دليل سياحي في رحلة سياحية ان شاء الله بكرة متجهة لمكناس، وبالطريق في سيدي إدريس. حبيبي 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 عمل باي للكاميرا حبيبي. بكرة ان شاء الله متجهين على مكناس، وفي بالطريق على سيدي إدريس، وفي مدينة رومانية قديمة، وبعدين نفس الجروب إن شاء الله بدنا نزور المدينة القديمة بمكناس. وما شاء الله الشعب فاس شعب طيب، شعب ينحب، يعني مما بتقول له انه انا من سوريا بصير بده يساعدك، بصير بده يدلك، بصير بده يحكي لك حكي حلو. يعني تحس الشعب المغربي والشعب المصري والشعب السوري شعب واحد. يعني غريب قد ايش الشعب طيب، شعب يعني حنون على الشعب السوري، لانه مين ما بتسمع انه من فلسطين، من سوريا، من اليمن، كلنا بتصير بدنا نساعدهم، بدنا ندلهم. يعني بتحسها شعب واحد يعني ما شاء الله. السلام عليكم. يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا وبركاته. يا هلا. سلموا. شو اسمك انت؟ اسمي شو اسمك؟ ايوه. وانت شو اسمك؟ ريدا. ايوه وانا اسمي رافع. يا اهلا الشباب. السلام عليكم. اي قناة؟ في على اليوتيوب. اسمية ان شاء الله بس نزل حتشوفني حبيبي. اسمي رافع الخيمي. رافع. ايوه بالعربية. ايوه بالعربي. لا من سوريا انا. من سوريا. مرحبا. أيوة. جميل جدا ما شاء الله. عم اقول الشعب المغربي. صلوفاطة. لا أيوة. ما شاء الله. عم اقول الشعب المغربي ما شاء الله بحب الشعب السوري، بحب الشعب المصري. الوحدة العربية شغالة هون ما شاء الله. يعني شوفوا شعب عفوي، شعب حباب، شعب بحب يساعد. يعني ما في داعي يعني تعمل كونتنت لحاله، بيجوا بيعملوا لك كونتنت. حبيبي عربي. انا عربي. تحياتي. ما في داعي تعمل كونتنت لحالهم، بيجوا بيعملوا لك كونتنت الشباب. يلا خلينا هلا ننام، وبكره ننطلق مع الجروب على مكناس، وان شاء الله يا رب يعني يكون يوم جميل مثل اليوم. وخليكم معنا هلا. بس صفي اني نام، ما صفي شيء، صلي العشاء ونام على التخت. مع السلامة حبيباتي. معكم هون نزلني التاكسي اليوم الصباح. هذا مدخل ثاني للمدينة. هي أنا نزلت بفاس الجديدة، والقرنة اللي كنت فيها هي فاس القديمة عن سيدي بوجلود. وهلا هذا المدخل الثاني لفاس الجديدة، محل ما أخذت الأوتيل تبعي. هلا خلص دوبني نام، وبكرة إن شاء الله بنكمل. السلام عليكم. أنا كل شوي بقول هاي آخر لقطة، بس يعني عن حق هاي آخر لقطة لليوم. هاي الإطلالة والأوتيل المسا. فندق هون اسمه بالقايد، هو موجود بالفاس الجديدة، المدينة الجديدة تبع فاس. بس ما شاء الله يعني مخدم الشغالين هون ما شاء الله، يعني نفسية حلوة، وأهل فاس بسم الله ما شاء الله يعني خدومين، بيحبوا ينفعوا الناس. يعني فاس طبعا زوروها، طبعا المغرب كلها زوروها، بس فاس طبعا يعني هي ما لازم تضوعوها. هون شوفوا الأجواء، وطالع على
على الحدائق على الجبل. بسم الله ما شاء الله. يلا رافع على التخت حبيبي. تصبحوا على خير. الخير. انا فقت من شوي طبعا، يعني مو هلا فايق. نزلت فطرت بالسوق، اكلت هي أكلة يعني مغربية، مثل عنا فول وبيض مسلوق، نفس الكونسبت بس مع خبز الشعير، و يعني فول مهروس مثل الطريقة المصرية تقريبا. شو بيسموه والله نسيت. والله نسيت، بس هي يعني أكلة شعبية جدا هون. وشربت شاي أتاي. هذا الأتاي بسم الله ما شاء الله يعني بيعدل الراس تعديل رائع. وهلا يلا قاعد على السطوح ندردش شوي مع بعض، وبعدين بإذن الله بدي ضب أغراضي، ضب الشنطة تبعي، وبعدين رح نتجه على شو بسموه باب بوجلود مشان نروح مع الرحلة ونكمل على مكناس. هلا صراحة ملخص اليوم الأول، يعني بلد رائع رائع جدا جدا جدا. أول شي الناس كتير طيبين، كتير بيحبوا الغريب. ما بعرف إذا هي الموضوع بس بفاس ولا بكل المغرب، هذا الشي حنشوفه. وكمان يعني شغلة غريبة إنه أول ما بتقلون سوري دغري يعني بيكون طيب شوي، بصير طيب كتير، بصير كتير إنسان رائع يعني. بتحس إنه يعني إذا بدي قارن بين البلدان اللي سافرت لها أنا بأوروبا، بكندا، بمصر إلى آخره، بتحس العربي وين ما راح، إذا راح على بلد عربي المعاملة بتفرق، النفسية بتفرق، كل شي بيفرق. يعني بالبلدان العربية ما بتحس حالك غريب، بتحس حالك جوات المجتمع. ومثلا بالسعودية، بلبنان، بالأردن بس لهم سوري يعني خلاص يعني 100 أهلا وسهلا، يعني بتتضيف، بيكرموك، بيرحبوا فيك إلى آخره. بأوروبا يعني هن طبعا إنه مالهم بشوشين، ما بيرحبوا بالأجانب أو بالسياح زيادة. هاي الشغلة الثانية إنه يعني الشعب المغربي مثل الشعب المصري بسم الله ما شاء الله، يعني ما فيك ما تحبه. يعني شعب هيك لطيف، مزحته خفيفة، يعني بفوت على القلب، مو يعني ماله تقيل، ماله جلف، يعني شعب. يا أهلا وسهلا فاس المغرب. هلا نحنا خلصنا، ضبيت كل أغراضي، هي هون هنا، وأخيرا سكرت الشنطة. وهي جاكيتي، وحطيت الشنطة الصغيرة لأنه ما عاد يوسع أغراضي أكثر من هيك، لأنه اشتريت فما عاد يوسع. يلا هلا بإذن الله رح نتجه على باب بوجلود، وإن شاء الله من فاس إلى مكناس مع الرحلة السياحية، ونشوف شو حنشوف شغلات. قال في على الطريق في مدينة رومانية أو قلعة رومانية، وفي باب سيدي في على الطريق في قلعة رومانية، وفي مقام سيدي إدريس مؤسس فاس هو موجود هناك. يا أهلا وسهلا، خلينا ننطلق. والآن متجهين نحو باب بوجلود. السلام عليكم. فاس الجديد إن شاء الله. السلام عليكم.
صورت امبارح اللي كانت الاحتفالات هون، كانت عن ساحة بوجلود، كان في الحلقة. وهي هي ساحة بوجلود، وهذا بالأخير هناك باب بوجلود. هلا أنا متجه عند باب بوجلود وإن شاء الله إلى مكناس. هلا إن شاء الله جاي الفان تاخذنا على مكناس في هذا المسجد اللي هون. امبارح صلينا فيه، اسمه مسجد أبو الجنود. بنلاحظ الستايل المغربي بالعمران، المأذنة بتجي مربعة، وكمان نفس الستايل الأرميد الأخضر مع اللون البيج. وهون كمان موجودين سياح. هلا إن شاء الله بدنا ننطلق معهم بالفان إلى مكناس. بسم الله.